مساء الفل. كنت عاملة بوست كده من يومين تقريبا عن لو قدمت استقالتك. البوست ده ليك. جالي actually comments كتيرة وجالي كمان messages كتيرة عن البوست ده. مفيش حد في حياته المهنية مش معرض ان هو يسيب الشغل او الشغل يسيبه. ومعنى ان انا بكتب كلام بوزيتيف ايه اللي المفروض نعمله، دي بس تبس كده ممكن نستعين بيها لو اتحطينا في الموقف ده غصب عننا. هو مش كلام مرسل ومش كلام يعني مش كلام ان الواحد عنده مسؤوليات او ما عندوش. بتحصل كتير، وانا من واقع شغلي جوه الشركات بشوف ان ناس كتير بنضطر ان ننهلها تعاقد، او هم بيسيبونا بيمشوا مثلا لاسباب خاصة بيهم. تمام. واوقات في ناس بتكون من غير شغل فعلا وبتكون وصلت لمرحلة ان هي لازم تسيب الشغل وات ايفر ايه الريزلتس اللي حصلت. فالفكرة ان احنا محتاجين الوقت ده نستغله صح. منها ان احنا نعمل سيلف اسسمنت ونعرف احنا فين بالظبط وايه اللي محتاجينه في النكست ستيب، ومنها عشان اقدر اتجاوز الفترة دي باقل الخسائر الممكنة. فانا لو ما كانش عندي التفكير وما كانش عندي ترتيب الدماغ او البلان اللي هقدر امشي عليها نفسي في الفترة دي، فانا هعمل زي معظم الناس، او البني ادم اللي اتحط في الموقف ده هيعمل زي معظم الناس. اول opportunity تجيله هياخدها. وات ايفر ايه هي السلبيات اللي كان بيقابلها قبل كده هيقابلها مرة تانية، من غير حتى ما هو يكون عنده المعرفة ازاي يتصرف بحكمة. فمش معنى ان بني ادم استقال، او مش معنى ان انا كتبت ايه الستبس اللي نعملها لو احنا قاعدين من غير شغل ان البني ادم ده يكون وراه مسؤولية او حتى مش وراه، ان الموضوع بسيط وسهل. لا، انا الفكرة كلها ان انا عايزة احط لنفسي بلان منظمة همشي ازاي في النكست ستيب بتاعتي. مش مضطر ان حد ان انا اقول ده، بس انا مريت بالتجربة دي ووات ايفر كان ورايا مسؤولية او مش ورايا. اللي فعلا خلاني اخرج بفاليو من الموضوع ده الوقت اللي كنت بديه لنفسي ان انا ابلان، والوقت اللي كنت بديه لنفسي ان انا اقدر اشتغل على نفسي، والوقت اللي كنت باخده وانا بحاول اشتغل على المنتل هيلث بتاعتي، والوقت اللي انا كنت باخده عشان افكر كويس قوي ايه هي النكست ستيب وايه اللي انا محتاجاها. الحياة ما كانتش وردية قوي والدنيا كانت فعلا فيها صعوبات، ولكن الوقت ده ساعدني ازاي اختار. ساعدني كمان ازاي هشتغل على نفسي، ازاي وانس ان انا جيت الاوبورتونيتي حتى لو هي فيها نفس السلبيات بتاعه الاوبورتونيتي اللي فاتت، ازاي اتعامل معاها. ما هو السلبيات اللي موجودة في الشغل هنا موجودة في اي مكان تاني. احنا in the same case، يعني في نفس المجتمع، في نفس كل حاجة. whatever، حتى لو غيرت البلد اللي انا فيها كده كده هقابل التشالنج. الفكرة بقى how to deal بقى with ال challenges اللي بتحصل، المشاكل اللي بتحصل هتصرف معاها ازاي. هي دي الفكرة. فانا لو ما اخدتش الوقت الكافي مع نفسي وقت ما بقدم استقالة، او خلاص انا اتحطيت في الامر الواقع والشركة انهت خدماتي، فمش هخرج باي فاليو. طيب، انا مش محتاج اصلا ان انا اقدم استقالتي عشان امر بالمرحلة دي. يعني actually كلنا بنمر بضغوط، كلنا بنمر بمشاكل في الشغل، وبيبقى في حاجات لا تطاق وحاجات بتعمل لنا نيرفز نخلينا اكتر متعصبين او متضايقين، او في حاجات كمان بتخلي الواحد لا هي دي يعني مش بتقابل التوقعات بتاعتي، او مش زي الاكسبكتيشن اللي انا حاططها لنفسي في الكارير بتاعي. كلنا بنقابل نفس المشاكل دي، مفيش حد بيقابلها. يعني ما حدش هيخش على مكان هيلاقي فيه كل اللي هو محتاجه 100% موجود. احنا كلنا متفقين على ده. بس الفكرة كلها في الاخر انا ازاي اشتغل على صحتي النفسية، وازاي ان انا اكون ناضج فكريا بما فيه الكفاية ان انا الحق نفسي بقى قبل ما اتحط في موقف ان انا استقيل ومعيش شغل، او استقيل ومش عندي بلان. فهي دي الفكرة، ان انا كل ما كنت عامل البلان بدري لنفسي وعندي ستيبس معينة انا بمشي عليها، كل ما ده كان افيد ليا، كل ما ده كمان ساعدني على الاستمرار في الجول بتاعي. انا بدخل، يعني مفيش حد ابن شركة ومفيش حد هيبات في طول عمره في مكان واحد.
فالفكرة كلها البلان اللي انا حاططها لنفسي ازاي، وازاي هي بتقابل نفس التوقعات اللي مطلوبة مني في الشغل. تمام. ازاي بقى ان انا ميرج الاتنين مع بعض بحيث ان هو يبقى وين وين سيتويشن. هي دي الفكرة. انا عايزة استفيد من خطواتي المهنية، عايزة استفيد من الفترة اللي هاخد فيها اجازة، عايزة استفيد من الفترة اللي بتقدم فيها اتقدم فيها استقالتي او انتهت فيها خدماتي. هستفيد ازاي من ده كله؟ اكشلي انا زي ما قلت مش مهم ان انا استنى لحد ما خلاص يعني ابقى مستقيل وكده. بس كلنا بنتحط في الكيس دي، وارد ان هي تحصل ومش عيب. وبعض الشركات وبعض البيزنس اللي بيفكروا بطريقة هيلثي بيقولوا ان حاجة صحية جدا للموظف ان هو ينهى خدماته مرة او مرتين خلال يعني خلال فترة عمله او في خلال الفترة المهنية. ليه؟ لان دي بتخليه يقف مع نفسه كده، ياخد ستيب باك ويشوف هو فين واقف، فين رايح لفين، ايه توجهاته، هل هي كانت صح خطواته ولا لا. اكشلي هو ده بيحصل شويه في نوعيه معينه من الشركات ونوعيه معينه من الثقافات. بس يعني مش لازم ان ده يكون في شركتي الحالية، مش لازم ان ده يكون في الكارير الحالي بتاعي يعني. بس انا محتاج فعلا لو محدش عمل معايا الوقفة دي انا اقفها مع نفسي، اشوف انا فين، بعمل ايه، هل اللي انا فيه ده صح ولا غلط، طب لو هو صح ايه الافضل، طب لو هو غلط اصلحه ازاي. هي دي الفكرة. ف... فالبوست ما كانش وردي خالص والله ولا حاجة. يعني كلنا بنمر بالمرحلة دي وبتبقى مرحلة صعبة جدا، واللي وراه مسؤوليات تبقى مسؤوليات رهيبة، انا مقدرة ده. بس في الاول وفي الاخر انا بحط ستيبس. ممكن لو استخدمنا الستيبس الموجودة في البوست ممكن تساعدنا، كل واحد بيوقعها على نفسه حسب امكانياته، حسب طريقة تفكيره، حسب بقى الباك جراوند بتاعته. بس كده، يومكم حلو ان شاء الله. باي.